هو ليه فيلم مشروع اكس ما عجبش معظم الناس؟ اول حاجه كريم عبد العزيز، الدور ده مش لاقي عليه. الدور ده كان محتاج حد اصغر، حد لياقته البدنيه افضل. مش عارف بقى هل هو ما كانش مرتاح مثلا في الفيلم او في الدور أو بشكل عام، ولا هم كانوا قاصدين ان هو يبان ان هو مش جاي مع كت سواء قاصدين او مش قاصدين. الدور مش ماشي مع كريم عبد العزيز. تاني حاجه بيتر ميمي، معظم المشاكل اللي بتواجهها افلامه بتبقى بسبب ان هو بيشارك في الكتابه. ايه يا عم، ليه مضحي بالسكريبت كده؟ اهم حاجه السكريبت. وبعدين هنا بيتر ميمي اختار ان هو ياخد تون للفيلم غريب. يعني في حاجات كتيره كانت ممكن تتقدم بشكل ألذ. واحد زي كريم عبد العزيز انت ازاي ما تطلعش منه ولا نكته ولا في فيلم كامل؟ حتى برضو الممثلين اللي ظهروا سواء ضيوف شرف او الموجودين مهما حاولوا يدوا الافيه مش في حاجه غلط. التون مش راكب. تالت حاجه الكاست، يعني الكيمياء ما بين كريم عبد العزيز وياسمين صبري منعدمه ميته. فيش نفس الكلام. هنا الزاهد يا جماعه ما يعرفش، هي ظاهره ضيفه شرف في الفيلم. هي عامله بتاع 4-5 مشاهد بس، هي ضيفه شرف، لسه ضيفه شرف. اما بالنسبه لاياد نصار وبقيه الكاست، انا بصراحه ما حدش ضايقني. في النهايه يا جماعه الفيلم مش سيء للدرجه دي. هتقضي ساعتين قشطه، مش هتندم تقول لا انا دخلت اسوأ حاجه في حياتي ورجعوني 200 جنيه والحاجات دي. لا وبس كده، سلام.